بسم الله الرحمن الحمد الرحيم. لله رب العالمين. البلد محتاجة تنظيم زي اللي شفته هون، وبغيابنا ما حدا حيبلش. نرجع ونبدأ. الناس كلها مجمعة هون خايفين. اسمع صار انفجار، اهربوا بسرعة. انتهين لحالك، اقروا هالكتاب وشهد كلام ربنا، وانتوا كمان بتقولوا كتابكم كلام ربنا. سنة 1978، وتحديدا في قرية اسمها قرية الجنية اللي موجودة غرب مدينة رام الله. هناك اتولد مصعب حسن يوسف داود. بس قبل ما نتكلم عن مصعب لازم الأول نفهم البيئة اللي اتربى فيها. مصعب اتولد في عيلة متدينة بشكل كبير. من وهو صغير كان أول شخص يلفت نظره هو جده الشيخ يوسف داود. جده كان إمام مسجد القرية، معروف بوشه البشوش وصوته العذب في قراءة القرآن، لدرجة إن أول ما كان بيبدأ يقرأ أهل القرية كلهم كانوا يتلموا حواليه من جمال صوته. ما كانش بس إمام مسجد وخلاص، ده كمان كان مأذون ومكفن ومغسل، وأي حد في البلد بيقع في مشكلة كان يجري عليه علشان يحلها. باختصار كان راجل يعتبر قدوة ومثال محترم للجميع. مصعب فتح عينيه كمان على أبوه الشيخ حسن يوسف داود. الشيخ حسن بعد ما خلص دراسته في أصول الدين اتعين إمام لمسجد البلدة القديمة في رام الله، ومشي على نفس نهج والده لدرجة إنه بقى شبهه جدا في الأسلوب والشخصية. بعدها قرر الشيخ حسن إنه يكمل دراساته الإسلامية العليا، شد رحاله وسافر للأردن سنة 74. في الوقت ده تحديدا كانت بذرة تكوين حركة الإخوان المسلمين في الأردن بدأت تظهر. الشيخ حسن بدأ يتقرب منهم ويتداخل معاهم، وكان معجب جدا بأفكارهم وطريقتهم التنظيمية. من هنا اتولدت عنده فكرة إن أول ما يخلص دراسته ويرجع فلسطين هيحاول يطبق نفس الأفكار اللي شافها لكن على أرض فلسطين. واللي كان بيدعمه وواقف جنبه في التفكير ده كان الشيخ إبراهيم أبو سالم، واحد من أهم القضاة والمؤسسين لحركة الإخوان المسلمين في الأردن. المهم إن الشيخ حسن يوسف أول ما خلص دراساته العليا رجع فلسطين مرة تانية، لكن المرة دي مرجعش لوحده، رجع ومعاه صديقه الشيخ إبراهيم أبو سالم. الكلام ده كان سنة 77. سنة 77 وأول ما رجع الشيخ حسن من الأردن قرر إنه يتجوز، وفعلا اتجوز من السيدة صبحة أبو سالم أخت صاحبه الشيخ إبراهيم أبو سالم. بعد أول سنة من الجواز ربنا رزقهم بابنهم الأكبر مصعب حسن يوسف. بعدها سنة ورا سنة الأسرة كبرت وربنا رزقهم بعدد كبير من الأبناء، مصعب وسبيلة وصهيب وتسنيم ومحمد وأنهار ونصر الله واللي كانوا بينادوه ناصر. تخيل معايا شكل الأسرة دي، أب بيشتغل وظيفتين عشان يقدر يصرف على بيته، وفي نفس الوقت بيحاول بكل طاقته يشتغل على تنظيم الحركة الإسلامية علشان يكون لها قوة وتأثير داخل فلسطين. وأم قوية جدا متدينة جدا نجحت فعلا إنها تزرع في أولادها الأخلاق والصفات الحسنة. ومن ناحية تالتة كانت الحركة الإسلامية نفسها بتكبر وبتاخد شكل أقوى من التنظيم. الأعداد كانت بتزيد يوم بعد يوم. مع الوقت بدأت الآراء جوه الحركة تنقسم. قسم كان شايف إن السياسة هي الحل الأنسب للتعامل مع إسرائيل، وقسم تاني كان شايف إن مفيش أي حل غير القوة والسلاح. الخلاف ده فضل سنين لحد ما وصلنا سنة 86. في السنة دي اتعمل اجتماع سري شديد السرية في الخليل، اتعرف باسم اجتماع السبعة. بعد ما الاجتماع خلص اتفقوا على قرار واحد: المواجهة مع إسرائيل. من اللحظة دي وبعد الاجتماع ده كان ميلاد حركة حماس على إيد السبعة دول، وأصبح الشيخ حسن يوسف واحد من أبرز وأهم مؤسسي الحركة، وبالتالي أصبح مصعب الابن الأكبر لواحد من أهم قيادات حماس. ما عداش غير كام شهر على تأسيس الحركة إلا واشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى. في الوقت ده كان مصعب عنده حوالي 10 سنين، والأول مرة مصعب كان بيشوف قدام عينيه آلاف من الشعب الفلسطيني وهم بينتفضوا، وهو نفسه كان واحد من أطفال الحجارة. ما عداش غير كام يوم على بداية الانتفاضة إلا ومصعب اتفاجئ بحاجة عمره ما كان يتخيلها: جنود الاحتلال بيهجموا على بيتهم، بيكسروا الباب وبيمسكوا أبوه قدام عينيه. مصعب وقتها ما كانش فاهم أي حاجة، ما يعرفش أبوه اتقبض عليه ليه، ولا واخدينه على فين، ولا هيحصل له إيه. ومن هنا بدأت المعاناة. رغم صغر سنه كان كل يومين تقريبا ياخد بعضه ويروح مكتب الصليب الأحمر يسأل عن مكان أبوه،
وفي كل مرة يسمع نفس الرد: أبوك مسجون عند الجيش الإسرائيلي، إحنا ما نعرفش حاجة عنه. فضل الحال ده بالشكل ده حوالي 60 يوم، لحد ما في الآخر عرف إن أبوه معتقل في مكان اسمه معتقل المسكوبي، وده كان واحد من أهم مراكز التحقيق التابعة لجهاز الأمن الإسرائيلي. الصدمة الأكبر جت لما المحامي بلغهم إن مفيش أي أمل لخروج والدهم في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت الأوضاع بره كانت بتولع أكتر وأكتر. إضرابات وعصيان مدني، مدارس اتقفلت ومصانع وقفت واعتقالات بالجملة. حالة يأس عامة عاشها الشعب كله، وطبعا بيت مصعب كان واحد من البيوت دي. البيت ما كانش فيه أي مصدر دخل غير الأب، والأب خلاص اتسجن، يعني الدخل وقف تماما. وصل الحال لدرجة إن والدته من شدة الاحتياج بدأت تعمل حلويات في البيت وتديها لمصعب عشان يروح يبيعها للعمال في المدينة الصناعية. وبقى روتين حياته صعب جدا، يروح المدرسة الصبح ويرجع آخر النهار ياخد أطباق الحلويات اللي أمه عملتها، ويفضل يلف على المصانع والمحلات عشان يبيعها ويرجع بتمنها. الوضع ده استمر فترة طويلة، استمر حوالي 18 شهر. 18 شهر داقوا فيها المرار بكل معنى الكلمة، لحد ما في النهاية وأخيرا أفرجوا عن والده الشيخ حسن يوسف في نهاية سنة 89. بس للأسف الفرحة ما كانتش بتكمل أبدا. يدوب يخرج من الاعتقال وتحصل أي حاجة في البلد يتقبض عليه مرة تانية تحت مسمى الاعتقال الإداري. تخيل إن الفترة من 89 لحد 92 اعتقل 6 مرات في 3 سنين بس. الموضوع ما وقفش عند كده، في الآخر صدر قرار بإبعاد الشيخ حسن يوسف ومعاه 415 من قيادات حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي خارج فلسطين. فضلوا مبعدين لحد سنة 94. كل التفاصيل دي مهمة علشان نفهم إيه اللي كان بيتكون جوه مصعب. ولد شايف قدام عينيه كل اللي بيحصل لأبوه وأهله ولبلده، سنين من الاعتقالات، إبعاد وضغط مستمر، لحد ما جه يوم السبت نوفمبر 95، اليوم اللي حصل فيه الحدث اللي قلب الدنيا في المنطقة كلها: اغتيال إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل. بعد الحادثة الإسرائيليين كانوا مرعوبين من انفجار موجة عنف جديدة، فضغطوا على السلطة الفلسطينية اللي كان وقتها رئيسها هو ياسر عرفات. الضغط كان واضح: منع أي أعمال عنف، ومنع أي مظاهر احتفال في الشوارع الفلسطينية بمناسبة مقتل رابين. وللأسف اضطرت السلطة وقتها إنها تعتقل عدد كبير من قيادات حماس والجهاد الإسلامي، وكمان شباب فلسطينيين كتير، وطبعا كان بينهم الشيخ حسن يوسف. ودي كانت لحظة فارقة، لأول مرة فلسطينيين يعتقلوا فلسطينيين زيهم لأسباب سياسية، والنتيجة العنف زاد أكتر والاحتقان كبر، والسلطة الفلسطينية اتهمت إنها خاضعة للضغط الإسرائيلي. كل الأحداث دي كانت بتملى جوه مصعب الكراهية والغضب والإحساس بالظلم اللي كانوا بيكبروا يوم بعد يوم. كان مقتنع إن كل اللي بيحصل من احتلال لقتل لانقسام داخلي سببه الأول والأخير هو إسرائيل. وعشان كل الأسباب دي، ورغم إن عمره وقتها كان لسه يدوب 17 سنة، مصعب لأول مرة قرر يشتري سلاح. كان مقتنع إن لازم يشارك هو كمان في العمليات العسكرية. ومن لحظة ما الفكرة دي دخلت دماغه حياته اتقلبت. مصعب كان ليه صاحب مقرب اسمه إبراهيم كسواني، وفي يوم قرر يفتح قلبه ليه ويحكي له السر اللي جواه. قال له ببساطة: أنا عاوز أشتري سلاح. المفاجأة إبراهيم رد وقال إنه كمان عايز يشتري سلاح، بس المشكلة إن الاتنين ما كانوش عارفين يتصرفوا، لا عارفين يجيبوا منين ولا إزاي. مصعب قال له: مادام إحنا الاتنين مش عارفين، محدش هيحلها غير ابن عمي داود. داود كان معروف بينهم إنه مخلصاتي، اللي بيعرف يتصرف ويجيب من الآخر. وفعلا توقع مصعب طلع في محله. أول ما كلموا داود أخدهم هما الاتنين وسافروا على نابلس. هناك قابلوا واحد اشتروا منه 3 قطع سلاح، 2 رشاش ومسدس صغير. وبعد ما خلصوا وقبل ما يتحركوا، داود نبه على مصعب بتحذير واضح: اوعى حد يعرف ان معاك سلاح، اوعى تنسى انك ابن الشيخ حسن يوسف، اوعى تنسى انك متراقب بنسبة 100%. وفعلا مصعب كان في قمة الحذر وعامل حساب كل خطوة، إلا حاجة واحدة بس: غباء صاحبه. في يوم وهو قاعد في البيت عادي، سمع جرس التليفون بيرن. رفع السماعة، لقى على الخط التاني إبراهيم كسواني. وقبل ما مصعب حتى يتكلم، إبراهيم انفجر غضبا. قال له: احنا اتنصب علينا، انت وابن عمك السبب، قطع السلاح اللي اشتريناها طلعت مش شغالة. ومصعب بيحاول بكل طريقة يسكته، مش خوف من الكلام نفسه، لكن خوف ان المكالمة تكون متراقبة. كان كل همه ان إبراهيم ما ينطقش كلمة سلاح، بس ما كانش فيه فايدة. ولما لقى ان مفيش حل، راح قافل السماعة في وشه. وللأسف
الحاجة اللي كان خايف منها حصلت فعلا. ما عداش غير يومين وقوة من جيش الاحتلال هجموا على بيت إبراهيم كسواني واعتقلوه، وأثناء تفتيش البيت لقوا السلاح. سألوه جبت السلاح ده منين؟ رد وقال من مصعب. ويدوب عدت كام ساعة إلا ومصعب وكمان يتقبض عليه. فجأة لقى جنود الاحتلال حوالينه مكلبشينه ومغمين عينيه وراميينه جوه العربية. ومن اللحظة دي حياته اتقلبت تماما ورحلة الجحيم بدأت. أول ما وصل السجن لقى نفسه مرمي في زنزانة والضرب نازل عليه من كل اتجاه لحد ما فقد الوعي، وكل ما يفقد الوعي يفوقوه بالضرب برضه. 48 ساعة كاملة مفيش أي حاجة بتحصل له غير الضرب، وبعدها دخلوا مرحلة تانية من التعذيب، حاجة بالبلدي كده اسمها كرسي التشريفة. الكرسي ده فكرته قاسية بشكل صعب يتوصف. بيجيبوا المعتقل يقعدوه على الكرسي ويجبروه ينحن لقدام لحد ما راسه تبقى تقريبا عند مستوى ركبته. بعد كده ياخدوا ايديه اليمين وايده الشمال ويدخلوهم من تحت الكرسي ويكلبشوه، ويبقى المعتقل في وضعية مستحيلة، قعدة جسمه متنية وظهره بيتحمل ضغط رهيب. وما هي الا دقايق ويبدأ الإحساس كأن نار ماسكة بظهره، ويفضل على الوضع ده ساعات طويلة، يوم 2 3 ويمكن أكتر. ما يتفكش من الكلبشات إلا مرتين بس كل 12 ساعة، مرة الصبح ومرة بالليل. بيدخل عسكري إسرائيلي يفك الكلبشات ويقول له قدامك دقيقتين، خلال الدقيقتين دول تاكل وتدخل الحمام، سواء خلص أو مخلص بيرجعوه لنفس الوضعية مرة تانية. وبعد فترة من التعذيب ده الجسم بيوصل لحالة تيبس رهيبة، لكن ده ما كانش آخر حاجة. بعدها بينقلوه أوضة تانية، أوضة حرفيا متر في متر، ناحية فيها هواء بارد جدا من مكيف أو مبرد، والناحية التانية هواء سخن جدا من سخان. والمعتقل واقف في النص، لا عارف يتحمل السخن ولا قادر على البارد. وفوق كل ده بيحطوا قدام وشه كشاف بإضاءة قوية جدا، متعمدين إنه يفضل في عينه مباشرة علشان ما يعرفش يغمض وما يدوقش طعم النوم. بعد أيام طويلة من المرارة والتعذيب قرروا أخيرا يبدأوا التحقيق معاه، أو بمعنى أدق قرروا ينفذوا خطتهم. الخطة دي كان صاحب فكرتها ضابط في جهاز الأمن الإسرائيلي اسمه لؤي، تابع لجهاز الشباك. الضابط ده كان شايف إن مصعب مش مجرد معتقل عادي، ده كنز معلومات ما يتفوتش. شاب عنده 18 سنة وابن الشيخ حسن يوسف، ومن وجهة نظره العنف مش هو الحل مع النوع ده، الأنسب هو اللعب على العقل والدين والعقيدة. وفعلا وفي يوم ومصعب قاعد في زنزانته اتفاجئ بضابط داخل عليه ولابس مدني، عرف نفسه وقال أنا اسمي لؤي، ضابط في الشباك. ومن أول لحظة بدأ بأسلوب مختلف تماما. هو أنت مش ابن الشيخ حسن يوسف؟ طيب أخبار أبوك إيه في السجون الفلسطينية؟ وسكت لحظة وبصله بنظرة خبيثة، يا ترى السجون الفلسطينية أحسن ولا سجوننا إحنا أحسن؟ وبعدين كمل كلامه بنبرة مستفزة، المرة دي مش إحنا اللي اعتقلناه، فلسطينيين زيكم هم اللي قبضوا عليه. وبعدين دخل في النقطة اللي كان عايز يوصل لها، إحنا لما بنقبض عليكم بنقول إن ده عشان نحمي نفسنا، بس يا ترى السلطة الفلسطينية لما حبست أبوك كانت بتحمي مين؟ نفسها ولا كانت بتحمينا إحنا؟ الكلام ده كان تقيل ومقصود، ومصعب ساكت وبيسمع. لؤي قرب أكتر وقال أنت ماسك فيهم بقلب جامد كده ليه؟ لا السلطة تستاهل ولا حتى حماس. هنا مصعب رد الأول مرة، الموضوع مش حماس ولا سلطة، الموضوع إن ده ديني. ابتسامة صغيرة ظهرت على وش الضابط وقال أهو دينك ده بقى هو الشماعة اللي بتعلقوا عليها كرهكم لينا. وبعدين بدأ يلعب على وتر تاني، مش لما يكون دينك هو الدين الصح، مش لما يكون دينك خايف عليك فعلا. في دين في الدنيا يقولك تستحمل كل التعذيب ده علشان جماعة؟ وسكت لحظة وضرب الضربة الأقوى، أبوك نفسك قائدك ومثلك الأعلى لما يخرج من السجن هيقعد معانا على ترابيزة المفاوضات وهنوصل لحل سلمي. وبصله بثبات، وفي الآخر مفيش حد هيدفع الثمن غير اللي زيك. وبعدين ختم كلامه بالجملة اللي كان عاوز تفضل ترن في دماغه، بص بعينيك يا مصعب، السلطة الفلسطينية حبست أبوك علشان خاطر مين؟ بعد ما خلص كلامه قبل ما يمشي سلمه نسخة من الكتاب المقدس وقال له انت قاعد مع نفسك بقى، ابقى اقرا الكتاب ده، مش ده كلام ربنا؟ والقرآن بتاعكم برضو كلام ربنا، بس هنا مفيش قتل وعندكم في قتل، يبقى في حاجة غلط، صح يا مصعب؟ وبصله نظرة طويلة وقال فكر كويس جدا في كل كلمة قلتها لك، وانا اوعدك لو غيرت تفكيرك وتعاونت معانا قعدتك هنا مش هتطول. من اللحظة دي لؤي فضل وراه مرة ورا مرة بأسلوب هادي وماكر زي الشيطان بالظبط،
لحد ما فعلا مصعب بدأ يصدق وبدأ يقتنع واتفق معاهم على التعاون. لكن كان عنده شرط واحد بس، مفيش قتل، وقالها بوضوح: اللي بلغكم عنه عايزين تعتقلوه ماشي، لكن قتلي لأ. الغريب إن الضابط وافق، وعشان كل حاجة تبان طبيعية قدام الناس استمر سجن مصعب داخل إسرائيل لمدة 18 شهر، وده طبعا علشان يظهر قدام الكل كأنه قضى مدة عقوبته زي أي معتقل تاني. وطول فترة الاعتقال غسيل المخ ما وقفش لحظة لحد ما خرج من السجن يوم 1 سبتمبر 97. بعد ما خرج ما حصلش أي تواصل بينه وبين لؤي، لدرجة إن مصعب بدأ يتخيل إنهم نسيوه خلاص. لكن يوم 14 نوفمبر 97 وبناء على اتصال من الضابط الإسرائيلي حصل أول لقاء بينهم. اللقاء كان داخل منزل أحد عناصر الشباك، والغريب مفيش معلومات ولا تعليمات. كل اللي حصل إنهم سلموه مبلغ مالي وقال له اشتري كل اللي نفسك فيه، اعمل بالفلوس دي اللي انت عايزه. وبعدين قال الجملة المهمة: بس اوعى تغلط، ما تنساش ان انت ابن قائد في حماس، اي تصرف غريب هيصير شكوك حواليك. بعدها اللقاءات اتكررت مرة ورا مرة، وفي كل مرة نفس السيناريو، مفيش معلومات ولا تعليمات. وفضل الوضع بالشكل ده فترة لحد ما في يوم ضابط الشباك بلغ مصعب خبر مهم: أبوك خلاص كلها أيام وهيخرج من السجن، ومن اللحظة دي الشغل هيبدأ. وعرفوا بالطريقة والوسيلة اللي هيتواصلوا بيها علشان يبلغ بأي معلومة توصل له، خصوصا إن الموضوع ده من وجهة نظرهم مش محتاج مجهود كبير منه، لأنه ببساطة كان ملازم أبوه في كل مكان، الكلام بيتقال قدامه والاجتماعات بتحصل وهو موجود، يعني المعلومات هتوصل بسهولة. والتعليمات كانت واضحة: لازم تكون سريع جدا في توصيل المعلومة عشان نحاول نمنع أي عملية قبل ما تحصل. وخلال اللقاء ده لأول مرة أطلقوا عليه لقب الأمير الأخضر. الأمير لأنه ابن واحد من قيادات حركة حماس، والأخضر لأنه لون الحركة. في الفترة دي الأوضاع كانت مولعة، عمليات كتير بتحصل، عربيات بتتحرق، وحافلات بتستهدف، وإطلاق نار على الجنود. والأجهزة الإسرائيلية كانت متلخبطة حرفيا، كل ما يسألوا شهود نفس الإجابة: ملثمين نفذوا العملية واختفوا. وبسبب التصعيد ده مصعب استلم أول تكليف حقيقي ليه: اعرف مين اللي ورا الأحداث دي. والحقيقة بالنسبة له الموضوع كان أسهل مما يتخيل. ما عداش غير يومين إلا وكان بيتواصل مع الشباك وقال لهم: المجموعات دي دايما بتتردد على بيت واحد اسمه ماهر عودة. قال لهم ماهر عودة ده رئيس الجهاز الأمني الحماس. وكمل بأخطر جزء في الكلام: أخطر 2 في العناصر دي أحمد الغندور ومهند أبو حلاوة. واتضح بعد كده إن الأسماء دي كانت بالفعل من العناصر الأساسية في تنفيذ العمليات. المعلومة وصلت وما عداش 48 ساعة وكانت دبابة مركبة وصلت للمبنى اللي كانوا موجودين فيه، وتم قصف المبنى بعشرات القذائف. وكانت دي أول مرة مصعب يشارك بشكل مباشر في حدث كبير بالشكل ده. وخلال نفس الفترة كانت بدأت تشتعل الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية. الأحداث زادت اشتعال بعد استشهاد الطفل محمد الضرة. مع تصاعد التوتر الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية بقت شبه يومية، وطبعا كان من الحاضرين دايما الشيخ حسن يوسف. ومن ثقته الكبيرة في ابنه كان مصعب دايما ملازم ليه، ابنه صديق وحارس وأمين أسرار. كل كلمة بتتقال في الاجتماعات كانت بتوصل لمصعب، ومصعب كان بياخد المعلومات دي ويروح يبلغ بيها. مواعيد مظاهرات، تحركات، عمليات ممكن تحصل، أي حاجة يعرفها ما كانش بيبخل بيها. لحد ما وصلنا اليوم 27 مارس سنة 2001. اليوم ده شاب فلسطيني اسمه ضياء محمد حسين الطويل خد بعضه وطلع على منطقة اسمها التلة الفرنسية في القدس. أول ما وصل لمح تجمع كبير من الإسرائيليين، دخل وسطهم وفجر نفسه، والنتيجة كانت إصابة 29 إسرائيلي. ودي كانت من أوائل العمليات الكبيرة في انتفاضة الأقصى. تاني يوم على طول 28 مارس 2001 اتنفذت عملية تانية، وفي نفس اليوم بالليل عملية تالتة، وبعدها العمليات بدأت تتوالى لحد ما وصلنا اليوم 1 يونيو سنة 2001 الساعة 11:30 بالليل. مجموعة كبيرة من الشباب الإسرائيلي كانوا متجمعين قدام مكان معروف اسمه ديسكو دوفالنيم، وهم واقفين وصل شاب فلسطيني اسمه سعيد الحتري، وقف وسطهم وفي ثواني شد الحزام الناسف والمكان كله تحول لجحيم. تاني يوم الصحف الإسرائيلية ما وصفتش اللي حصل إنه مجرد عملية، وصفته إنه هو مجزرة، لأن النتيجة كانت مقتل 21 شخص وإصابة 132، وكان رقم صادم جدا. وطبعا مصعب استلم تكليف جديد: لازم نعرف مين اللي ورا الهجمات دي،
وخلال أيام قليلة قدر يوصل لمعلومات خطيرة، وقال إن الشخص المسؤول هو أحمد البرغوثي، وشهرته أحمد الفرنسي، واللي كان معروف إن المساعد المقرب لمروان البرغوثي. وأول ما المعلومة وصلت الشباك ما عداش غير أيام وتم القبض على أحمد الفرنسي، ومن وقت اعتقاله سنة 2001 اتحكم عليه ب13 مؤبد و50 سنة سجن، ولسه في السجن لحد النهاردة. لكن السؤال المهم، بعد كل اللي حصل ده هل العمليات وقفت؟ أبدا. وصلنا لغاية يوم 9 أغسطس سنة 2001 الساعة 2 الظهر. المكان محل مشهور اسمه بيت زاع، موجود عند تقاطع الملك جورج مع يافا، وكان دايما المكان ده زحمة. فجأة ظهر شاب فلسطيني اسمه عز الدين سهيل المصري، وقف وسط الزحمة وفجر نفسه. النتيجة كانت كارثية، 15 قتيل و130 مصاب. الصدمة زادت، خصوصا الحادثة اللي حصلت في ديسكو دولفين ما عداش عليها أسابيع. مصعب استلم تكليف العملية فورا، وعرف ان ورا الحادثة عبد الله البرغوثي، وكان مقيم عند قريب ليه اسمه بلال البرغوثي. المعلومة وصلت للشباك، وخلال ساعات في نفس اليوم تم القبض على الاتنين. غسيل المخ اللي تعرض له مصعب جوه السجن واللي كمل معاه لحد ما بدأت قناعاته الدينية تتغير. في الوقت ده اتعرف على بنت اسمها سارة وقرب منها جدا، وده كان أحد الأسباب الرئيسية اللي خلته يتم تعميده بشكل سري. نرجع للحوادث. في نفس الشهر يوم 28/8/2001 طيارة هليكوبتر أطلقت صاروخين على مكتب أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بعد الحادثة دي الإسرائيليين كانوا متأكدين إن الرد الفلسطيني جاي، وفعلا توقعهم كان في محله. يوم 27 أكتوبر 2001 وقع الحدث الأهم. الوزير الإسرائيلي رحبان زئيبي كان في زيارة لفندق هيات على جبل المشارف في القدس. أول ما دخل الفندق وخلال ثواني وصل له 4 فلسطينيين مسلحين وقطعوا طريقه. الوزير ده كان معروف بمواقفه الصريحة، كان دايما بيطالب بتضييق الخناق على 3 مليون فلسطيني في الضفة وغزة عشان يتم ترحيلهم طوعية للدول العربية، وكان قبل كده وصف الفلسطينيين بالحشرات وضرورة التخلص منهم. الكارثة الأكبر إن مصعب كان هو السبب الرئيسي اللي وصل الموساد للشخص اللي نفذ العملية دي. وفي يوم من أيام شهر مارس سنة 2002 مصعب كان موجود في بيته. جاله 2 وسألوا عن الشيخ حسن يوسف. لما عرفوا إن مصعب ابن الشيخ حسن يوسف عرفوه بنفسهم، قالوا له إحنا 2 استشهاديين جايين من الأردن ضمن مجموعة مكونة من 5 استشهاديين. قالوا له إن هم جايين بتعليمات من الأردن، وإن أول ما يوصلوا يسألوا عن بيت الشيخ حسن يوسف، وطلبوا منه مكان يتداروا فيه. في نفس الوقت يداروا العربية اللي معاهم المليانة قنابل ومتفجرات. مصعب بكل هدوء خدهم بالعربية اللي معاهم ووداهم على جراج قريب من البيت، حطوا العربية هناك، وبعدين وداهم بنفسه على المكان اللي هيستخدموه. بعد ما خلص الكلام ده كله وحسسهم إن هو قام معاهم بالواجب، راح على ضابط المخابرات وبلغوا بكل اللي حصل. القرار من الشباك كان واضح، لازم يتم القبض عليهم، لكن الخوف كان كبير. دول استشهاديين ورابطين على وسطهم أحزمة ناسفة، أي حركة غلط منهم هتخليهم يفجروا نفسهم. عشان كده الشباك سلموا مصعب جهاز تجسس، طلبوا منه لما يرجع لهم يزرع الجهاز ده في الأوضة اللي هم فيها. مصعب خد التعليمات وما كدبش الخبر، وفعلا زرع جهاز التجسس في الغرفة. وظيفة الجهاز كانت رهيبة، كان بيرصد أي حركة أو أي صوت، وحتى دبة النملة اللي بتحصل حواليهم. وأول ما اتأكدوا إن كلهم نايمين نوم عميق، قوة من القوات الخاصة الإسرائيلية هاجمت المكان وقبضوا على ال4 كلهم. أما الخامس فحاول ينط من الشباك، لكن ضربوا عليه النار ومات. الموضوع وصل لمرحلة خسة وندالة ما تتصورش. في واحد من ال4 اللي اتقبض عليهم نطق بلسانه وقال إن مصعب ابن الشيخ حسن يوسف خاين وعميل لإسرائيل، وإن هو اللي بلغ عنهم. الشباك كان لازم يغطي على جاسوسه عشان ما يتكشفش، فعملوا إيه؟ الشخص اللي نطق أخدوه وأفرجوا عنه، وسمحوا له كمان إنه يسافر للأردن. أما ال3 زمايله اللي فضلوا في السجن بقوا مقتنعين تماما إن صاحبهم الرابع هو الخاين اللي بلغ عنهم. يعني من البداية كلهم اتقبض عليهم والمتفجرات معاهم، فيبقى إيه معناها إن 3 بس يتحبسوا وواحد بس هو اللي يخرج؟ يبقى أكيد اللي خرج ده هو الخاين. مصعب خرج من الموضوع زي الشعرة من العجينة، ما وقفتش خسته وندلته عند كده. ده وصلت لدرجة إنه يكون السبب في استشهاد 3 من قرايبه وقرايب أبوه، صالح تلحمي وسيد الشيخ وحسنين رمانة. ال3 استشهدوا في غارة واحدة، حتى أبوه نفسه ما سلمش من الأذى. الأدهى هو اللي كان بيطلب من الإسرائيليين يستهدفوا أبوه أو يقتلوه لو ما تمش الإفراج عن الأسرى اللي عند حماس. المهم
إنه مسلسل الخيانة استمر منه لحد سنة 2006، لحد ما قرر يتواصل مع الشباك ويطلب إن هو يوقف شغله معاهم تماما ويعمل لجوء سياسي لأمريكا. في البداية كانوا رافضين تماما، لكن بعد إلحاح شديد منه وافقوا. سافر مصعب لأمريكا وساب وراه تاريخ من الخيانة والذل والعار والحزن اللي ورثه الأم والأبوه. وأبوه اللي خرج من السجن سنة 2010 أعلن قدام الجميع إنه بيتبرأ من ابنه بعد ما اتأكد من خيانته. وين رايحين فيه؟ لو سمحتي، وين أبوي؟ والدك معتقل عند الجيش الإسرائيلي، ما في معلومات زيادة. كم السعر؟ نص شيكل. خد. احنا تنصب علينا يا مصعب، انت وابن عمك السبب، القطعة ما بتشتغلش. ابراهيم وطي صوتك، الخط ممكن يكون مراقب، لا تحكيش كلمة سلاح. يلا حدا يعرف ان القطعة معك انت ابن الشيخ حسن، مراقبينك 100%. دفعنا كل فلوسنا على خردة. بس اسكت، بنشوف حل بعدين، سكر هسه. شو يعني اسكت؟ وقف عندك، ارفع ايدك، لا تتحرك. ليش متمسك فيهم لهالدرجة؟ لا السلطة مستاهلة ولا بقى حدا مستاهل تدفع عمرك عشانه. الموضوع مش سياسي، هاد ديني. طب يا دينك انت اذا بيرضى تشوفك هيك هاي إلك. اصرف، اشتري اللي بدك اياه، عيش حياتك طبيعي. بس دير بالك، انت ابن قائد معروف، اي غلطة صغيرة الكل رح يشك فيك. في بيت شخص اسمه ماهر، دايما الشباب بتجمعوا هناك. في اسمين لازم تعرفوهم، احمد ومهند.